ايوه. يلا حي سيادة العميد اللي بيض وجهنا ورفع راسنا، العقيد مهيدي الصالح. هلا بيك عند قرايبك واهلك الشرابين. يلا حي. قام بعد ما قعد يعني خفت عاد، قلت هسه يفوت حدا هالشرابين، يفوت له بسالفه عيب قرضيش السنه معسر عده، وطالع راس الحولي وحطيت لها زيت خلوع وشحبته. تعرف انت يفوت لك بسالفه على بقره وانت تفيش السنه يخرب القصه. شلون قعدنا؟ شلون سلمت علينا رجال؟ بعد ما سلمت علينا رجال قلت انا، قلت يا سياده العقيد بالله عليك بالله عليك اريد اسالك، بي حدا بروسيا يعرفك؟ ها؟ بي حدا بروسيا يعرفك؟ روسيا؟ قال لا والله. يا محمد بروسيا؟ ما بيعرفوني بالوطن العربي، هسه سوينا معهم دورات شرطه مصر بالسعوديه. قلت له عجل اسمع السالفه، نضال الحمزه البرهو ابن جوهر الغانم راح يدرس طب روسيا، ويوم انه وصل روسيا اول نهار التقى بيهم عميد كليه الطب لجامعه الطلبه العربيه بموسكو. ايوه. وقال يا شباب كل واحد يعرفنا عن نفسه. وقامت العالم تعرف بعثها نفس هذا يقول انا من المملكه الاردنيه الهاشميه، انا من مصر العربيه، انا من ليبيا، تعرف جاء دار نضال. نضال عاد يا ابو ميزان، يا ابو عبد العزيز، يا سفيان الهويدي، يا ابو راشد، يا العفادله، يا البوشعبان. والله يا ابو ماهر يا هجعابي يا معذبنا الغانم. والله قلت له خيو قام نضال الحمزه البرهو، واني يقول نضال حمزه البرهو من قبيله الشرابين سوريا محافظه العسكري. قال له اهلا وسهلا، صوامع تلعلو قديش بتبعد عنكم؟ العميد هذا الروسي عميد الكليه قال له صوامع تلعلو، انا ساكن بمدينه القامش ل 70 كيلومتر شرقا عنا. قال بالعام 1968 كنت انا رئيس اللجنه اللي ركبت غرابيل صوامع تلعلو، وفي زلمه موظف في الصوامع طويل مناكبه عراض شوال مسماك اسمه هيك غريب الوردي. قال مشاورني، قال هو بعينه على شاور اللي قالوا بعد ما ركبنا سواء الغرابيل تبع صوامع العلو سوانا غدا عنده بالقريه، لحم ضان على خبز مشروع، وزلمه مضياف وكريم وامانه سلموا لي عليه. يا معروف راسهم شاور اللي بس يا سيدي بهالحاله قلت له سلامتك يا سيدي، ودرس طب واعطوه سكن جامعي مجانا وتجوز حرمه روسيه وجابها معه. ايش رايك يا سياده العميد؟ قال والله هذه الله يبيض وجه الشاور دي. شلون شاور دي يعني؟ قال سياده العميد الشيوعيه ما عندهم مبدا خالص، خزون والله اعطاني رقم مكتبه بموسكو ودقيت عليه 10 مرات شاور لي بدون اجازه. اسمع قالوا يوم دقيت عليه 10 مرات وبارد قبل اعطيته غلط. حضرته تحضر من 68